سلام ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بهاد البيتزا طريه بصلصه بيضاء بدون فرن، غير في المقلاة ولا في الطاجين فقط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فرن هذه تساعدهم. بالنسبه للعجينه نحتاج كاس حليب دافي، نص كاس ماء دافي، مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره خميره العجين، وربع كاس من الزيت. هذه الوصفه المعتاده تاعي تاع لاباط تاع البيتزا. نخلطوا كل شيء ونبديو نلمو بالفارينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. ما نقصحوهاش بزاف باش تجينا لاباط تاعنا شابه، وكيطيب لنا ما تجيناش قاصحه من التحت، فوالا تبقى لنا طريه ومليحه. هنا نبديو نلمو ونزيدو مغرف صغيره تاع الملح ومغرف صغيره نتاع الخميره الكيميائيه، بما انه راني ماشي نطيبها غير في الطاجين. هذيك الخميره الكيميائيه نزيدوها بالنسبه للبيتزا اللي طيب في الطاجين ما طيبش في الفرن، فوالا باش تطلع لنا وتجينا طريه وهشيشه. نبداو نلمو فيها حتى نتحصلوا على عجينه مليحه طريه ماشي قاصحه بزاف. نبداو ندلكو فيها في البوطاجي غير شويه، غير باش هذوك المكونات تاعنا يدخلوا لنا مع بعض، ونحطوها تخمر لمده ساعه ولا 45 دقيقه كل وحده وحراره المطبخ تاعها، كل وحده وكيفاش. واللي تكون مزروبه تحطها غير شويه قدام الشوفاج، نصف ساعه تكون كافيه باش تخمر لها. فوالا هنا راني نطم فيها ونحطها تخمر باش نمشي نمر ندير الحشو نتاعها اللي هو سهل. بدا صلصه بيضاء سهل جدا، سهل ومش مكلف بزاف. فوالا نحتاجو هنايا مقلاة صغيره نديرو فيها مغرف زبده وشويه تاع الشامبينيون ندبلوه. هنايا راني نحرك منقصه شويه الغاز. دونك بالنسبه باش هذا الشامبينيون تاعنا يجينا طايب غايه ما يبقى لناش خضر، من الاحسن نغطيو هذيك المقله ونقصوا لها باش يطيب لنا بيان كوم يلفو، باش ما يبقى لناش قاصح. انا راني نسرع في لا فيديو ما راهش باين لكم، ما انا عاود غطيتها ونقصت لها وخليتها طيب في خاطرها باش يولينا هذاك الشامبينيون طري ما يبقى لناش قاصح. ومن بعد نعاود نزيدو في لاصوص بلونش ويزيد يطيب معاها شويه. هنا لاصوص بلونش سيت اون صوص فرomage. حطيت 1 مليلتر تاع الحليب، هنا دفق لي شويه. زدت دوك نعاود نزيد شويه، 2 مغارف كبار تاع مايزينا، ونحركو كل شيء. دوك نعاود نزيد الحليب وندير شويه نتاع الملح، ماشي بزاف الملح، شويه على خاطرني ماشي ندير نصف مرق الدجاج وني ماشي نزيد تانيك الفرomage. دونك غير قرصه خفيفه تجي كافيه، تكون كافيه. والفلفل الاسود نصف مرق دجاج. نحركو كل شيء باش نعاودو نضيفو مغرف كبيره تاع لا كريم فريش، لا كريم ليكيد هذه كانت عندي في الفريجيدير عليها راه حاكمه روحها. ونزيدو الفرomage الكميه اللي رحنا حابينها تاع الفرomage نزيدوها. فوالا راني دفقت. نزيد الفرomage هنايا. دوك نزيد الفرomage نعاود نزيد عليها هذاك لو شامبينيون اللي قلت لكم يزيد يكمل شويه الطياب في هذه لاصوص فرomage، ونخليها تغلي، نخليه يغلي معاها. فوالا دوك تشوفوا معايا كل شيء راه باين، كل شيء راه موضح في الفيديو. نحركو ونزيدو هذاك الشامبينيون اللي كنت ديجا طيبته. هنايا كما شفتوا هايدي راها بدات تتقال ومازال تزيد تغلي وتزيد تتقال، وكي تبرد تزيد تتقال تاني اكثر. نضيف لها هذا الشامبينيون وراني موجده لي بولات تاع لا فيونداشي والفلفل الاخضر والزيتون والفرomage غابي. هذا ما كان وتجينا بيتزا روعه. خليوها تغلي هنايا باش تتقال وباش هذاك الشامبينيون يزيد يطيب لنا، ونشوفوا كيفاش خمرت لنا لاباط تاعنا. فوالا نديغازيها، راها طلعت لنا غايه 45 دقيقه ساعه هي كافيه. نديروها ونروحوا نوجدوا الحشو كي نوليو نسبوها طلعت. هنايا تحس انا عندي الطاجين شويه كبير، قسمتها على 3 تاع لي بولات كبار، تحصلت على 3 بيتزات كبار. واللي عندها مقله صغيره دير 4 ولا 5، كل وحده على حسب المقلاة تاعها. وهنايا راني نحل في العجينه، نحلو وندورو باش نتحصلوا على شكل دائري. ونديروا لا فارين في لو بلان دو طرافاي
باش لاباط ما تلصقناش، باش كي نجيو نرفدوها ما تعوجناش، تبقى لنا هذاك الشكل الدائري يبقى محافظ على الشكل تاعه. بالنسبه للسمك كل وحده وكيفاش تحب. انا هذه درتها رقيقه، ودوك تزيد تطلع شويه في المقلاة، واللي يحبوها رقيقه بزاف يزيدوا يرقوها اكثر من هذا الشيء. كاين بزاف اللي يحبوها غير اون فين بيتزا، دونك تزيدوا يرقوها خاطر تزيد تطلع كما شفتوا. هي دي تتنفخ شويه في الطاجين. فوالا، نطيبوها من الجهه التحتانيه ونقلبوها، عاد نبداو نعمروا في الحشو تاعنا، والنار هنايا متوسطه رايحه للقليل. ندير هذاك الحشو تاعي تاع لاصوص فخوماج مع الشامبينيون، باش نعاود نضيف التزيين، الفلفل الاسود، لي بولات هذوك تاع لا فيوند. هما دوك لي بولات كنت قليتهم بوحدهم في شويه زيت، والفلفل الاسود اللي ما نستغناش عليه في البيتزا، الزيتون والفخوماج غابي، سيتو. ونتحصلوا على بيتزا رائعه وخفيفه في الموسم اللي تكون فيه الطوماطيش غاليه بزاف وتجي في خاطركم بيتزا، ديروها صوص بلونش تنقام لكم موان شاغ. فوالا. واللي ما عندهاش الفرن هاد الشيء ما يمنحهاش، ديرها هكذا في الطاجين ولا في المقلاة، تجيها تقريبا كيما نتاع الفرن ولا احسن. نتمنى تعجبكم الوصفه وتحبوها وتجربوها. هيا دي اللي بيتزات حصلنا عليها 3 تاع البيتزات. بيتزا الثالثه ما درت لهاش فخوماج غابي، خليتها غير بلا صوص. فوالا، جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. سلام.